السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس دعاء. إن شاء الله بإذن الله هنشرح مع بعض رياضيات، الصف الثاني الإعدادي، منهج جديد حصري على قناتي على اليوتيوب. إن شاء الله ده منهج الجديد اللي هو عام 2026. فيلا بينا كده نبدأ مع بعض ونفهم واحدة واحدة. طبعا أول درس بيتكلم عن حاجة اسمها الأعداد الحقيقية. قبل ما نتكلم عن الأعداد الحقيقية، تعالوا الأول نتذكر مع بعض مجموعات الأعداد اللي احنا خدناها قبل كده. أول مجموعة خدناها اسمها مجموعة الأعداد الطبيعية. مجموعة الأعداد الطبيعية دي يا ولاد اللي هي يرمز لها بالرمز n، ودي كانت عبارة عن إيه؟ اللي هي الصفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، إلى ما لا نهاية. تاني مجموعة أعداد خدناها كان اسمها مجموعة الأعداد الصحيحة، وبيرمز لها بالرمز z زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الكتاب. طيب الزد بتساوي ايه؟ دي عبارة عن ايه بقى؟ والله مجموعة الأعداد الصحيحة دي زي ما خدناها قبل كده في سنة ستة، قال لي إن هي عبارة عن مجموعة أعداد موجبة صحيحة موجبة، ومجموعة الأعداد الصحيحة السالبة، ومعايا مين؟ الصفر. تمام كده؟ وطبعا احنا عارفين الصفر ده لا هو موجب ولا هو سالب. طيب دي مجموعة الأعداد الصحيحة. خدنا بعد كده مجموعة الأعداد النسبية، وبيرمز لها بالرمز Q. طيب إيه الأعداد النسبية دي؟ ببساطة مجموعة الأعداد النسبية أو عدد نسبي، يعني عدد أنا بقدر أكتبه في صورة بسط ومقام. يعني مثلا أي عدد أقدر أكتبه في صورة بسط اللي هو ليكن A على B، كده أنا قدرت أكتبه في الصورة دي A على B، دي بنسميها صورة كسرية. يبقى إذا ده إيه؟ عدد نسبي، بشرط ان ال A اللي هو البسط ده يكون عدد صحيح، والمقام اللي تحت ال B ده برضو بيكون عدد صحيح. في شرط مهم كمان ان ال B او العدد اللي تحت في المقام ده لا يساوي صفر، لان المقام ما ينفعش ايه يساوي صفر، فالقسمة على صفر ليس لها معنى في الرياضيات. طيب تعالوا نبص كده على امثلة لأعداد نسبية. مثلا يقول لك 3 على 4 اهو، تعالوا كده نزوم عليه كده، 3 على 4 اهو. هتلاقي البسط عندك ده عدد صحيح فعلا بينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، المقام عندك 4 بينتمي فعلا برضو لمجموعة الأعداد الصحيحة زي ما احنا شايفين كده. يبقى ده ايه؟ عدد نسبي. برضو سالب تلت نفس الفكرة. طب السالب دي فيها مشكلة؟ لا طبعا ما فيهاش أي مشكلة خالص. البسط بيكون عدد صحيح والمقام بيكون ايه؟ عدد صحيح. السالب دي يا إما بقى تكون مع البسط أو مع المقام، مش هتفرق. الصفر عدد صحيح؟ اه يا مس الصفر عدد صحيح، لان الصفر ده انا بقدر احطه في صورة ايه؟ ايه على بي. طب ازاي يا مس الكلام ده؟ ما هو الصفر ده يا ولاد عبارة عن صفر على واحد، هو مقامه بواحد. تمام كده؟ فانا دلوقتي حطيته في الصورة الكسرية اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ايه على بي، فبالتالي بيكون عدد نسبي. كذلك الخمسة عدد نسبي. طب الاتنين من عشرة أو 0.2 برضو ده عدد نسبي. طب ليه الكسر العشري عدد نسبي؟ طيب الكلام ده احنا خدناه قبل كده، وعرفنا ان جميع الأعداد والكسور العشرية جميعها أعداد نسبية. طب نسبة ازاي الكلام ده؟ أنا عندي الاتنين من عشرة دي يا جماعة أو 0.2 زي ما احنا بنقولها كده، لو انا قدرت احطها في صورة A على B يبقى كده انا اثبتت لنفسي ان هو عدد نسبي فعلا. طب ازاي يا مس؟ انت هتاخد الاتنين دي كده وتحطها في البسط وتشد شرطة كسر. بسأل نفسي هي البوينت دي او العلامة العشرية دي بعد كام رقم؟ والله يا مس دي بعد رقم واحد بس، يبقى اذا المقام بتاعي بيكون 10. تمام؟ يبقى 2 على 10. أنا دلوقتي قدرت أحطها في الصورة اللي احنا عارفينها عن الأعداد النسبية، فبالتالي بيكون إيه؟ عدد نسبي. تمام؟ طيب اللي بعديها 0 بوينت اللي هو إيه؟ 7 دائر، العلامة اللي فوق دي يعني معناها دائر، يعني العدد الرقم 7 ده متكرر. تمام؟ طب ليه يا مس دائر؟ 0.7 دائرة ده يا ولاد اللي هو شكله كده 0 بوينت اهو، 7 7 7 7 7. هتلاقي ايه السبعة دي مكررة كده إلى ما لا نهاية. طبعا لو أنا حبيت أحطها في صورة A على B بعملها من خلال الآلة الحاسبة بتاعتك. تمام؟ أنت بتدخل على الآلة 0 وبعد كده العلامة العشرية وبتكتب 7 7 7 7 لحد إيه؟
ما تملى الشاشة بتاعتك، وبعد كده تضغط على يساوي، هيطلع لك الايه الصورة الكسرية بتاعت الايه ال 0.7 دائرة ده. يبقى اذا ده ايه؟ ده عدد نسبي ايضا. طيب النسب المئوية يا جماعة، هل هي أعداد نسبية؟ أيوة طبعا. ليه؟ لأن أنا بقدر أحطها في صورة A على B. طب ليه يا مس؟ طب ما يعني إيه النسبة المئوية؟ هاخدك كده ونرجع لورا سنة أو سنتين. 13% دي يا ولاد النسبة المئوية أصلا هي عبارة عن إيه؟ نسبة حدها الثاني بيكون 100. يعني إيه الكلام ده برضو؟ أهو 13%. ادي ال 13 بنحطها كده، شد شرط الكسر. علامة النسبة المئوية دي معناها ان في المقام في 100، صح كده؟ يبقى انا قدرت احطها في صورة بسط ومقام. يبقى اذا جميع النسب المئوية هي كمان اعداد نسبية. تمام. طب العدد اللي بعده جذر 36. هل جذر 36 ده عدد نسبي؟ اه عدد نسبي. طب ليه؟ لأن ال36 ده هو عدد بنقول عليه يا ولاد بنسميه مربع كامل. طب يعني إيه يا مس مربع كامل؟ يعني له جذر تربيعي. بمعنى إيه؟ إن 36 لما أقول عليها مربع كامل يعني في عدد أنا بضربه في نفسه بيديني ال36 دي. يعني لما أقول لك هات لي جذر 36 زي ما أنت خدتها قبل كده، تمام؟ بنشوف الرقم اللي بيتضرب في نفسه مرة كمان يديني ال36 هو مين؟ طبعا 6 في 6. يبقى جذر ال36 هو إيه؟ 6. يبقى ده عدد نسبي. إذا أي عدد مربع كامل أي له جذر تربيعي بيكون عدد نسبي. طب بالنسبة للجذور التكعيبية نفس الأمر بالظبط. أي عدد مكعب بقى بقول عليه مكعب كامل أي له جذر تكعيبي يبقى ده أيضا عدد نسبي. طب الجذر التكعيبي لسالب 64 كام؟ يعني معنى كده بيقول لك إن ال 64 دي أو سالب 64 دي في رقم بيتضرب في نفسه 3 مرات، ها يعني بيديني الايه ال 64 اللي هو ايه بس اللي هو 4. طب السالب دي بتخرج بره معايا سالب 4، لأن أنت دلوقتي لو جيت ضربت سالب 4 في سالب 4 في سالب 4، لو جينا ضربنا الإشارات سالب في سالب في سالب هيديني سالب 4 في 4 16. 16 في 4 يديك على طول كام؟ 64. إذا النتيجة كام؟ سالب 64. يبقى أنا دلوقتي عرفت مجموعة الأعداد النسبية اللي هي كيو عبارة عن إيه؟ اللي هي الكيو بيساوي، افتح قوس هو عاملها لي بالصفة المميزة زي ما احنا خدناها قبل كده، الاي على البي، حيث الاي بينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والبي بينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، والبي ده لا يساوي ايه؟ صفر. بمعنى ان المقام لا يساوي صفر، ودي مهمة جدا 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 نخلي بالنا منها. تمام كده؟ تمام. في ملحوظة هنا عاملها لك على الشمال هنا بمخطط فين زي ما انت شايف. يقول لك ان ال N جزئية من الزد والزد جزئية من الكيو. طب ايه معناها بقى الكلام ده؟ مهم جدا. بيقول لك ان مجموعة الاعداد الطبيعية هي جزئية من مجموعة الاعداد الصحيحة، وكذلك مجموعة الاعداد الصحيحة دي جزئية من مجموعة الاعداد الايه النسبية. طيب تعالوا كده نبص على المجموعات تاني ونثبت الكلام اللي هو بيقول لنا ده. لو انت جيت بصيت على مجموعة الأعداد الطبيعية هتلاقيها عبارة عن 0 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. طيب مجموعة الأعداد الصحيحة هتلاقيها عبارة عن إيه؟ أعداد صحيحة موجبة وأعداد صحيحة سالبة ومعايا مين؟ الصفر. لو انت بصيت كده ولاحظت شوية ودققت نظرك هتلاحظ إن مجموعة الأعداد الطبيعية أصلا هي كلها موجودة فين؟ في الصحيحة. إذا مجموعة الأعداد الطبيعية هي جزئية من مجموعة الأعداد الإيه؟ الصحيحة. تمام. طيب تعال نشوف بقى إزاي زد أو الصحيحة دي هي جزئية من النسبية. احنا قلنا بقى جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. طب ليه يا مس؟ لأني أنا بقدر أحطها في صورة بسط ومقام. طالما أنا قدرت أحطها في صورة بسط ومقام زي ما شفنا في الشرح السابق اللي احنا لسه شارحينه من دقيقة حالا، حطيتها في صورة بسط ومقام A على B، يبقى إذا هي أعداد إيه؟ نسبية. يبقى استنتج من هنا إن مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة جزئية من الصحيحة، والصحيحة هي جزئية من الإيه؟ من النسبية. ده كلام احنا خدناه قبل كده، حبيت افكركم بيه لاني هنحتاجه في حل الاسئله ان شاء الله. طيب تعالوا بقى ننتقل لحاجه مهمه، الا وهي الاعداد الغير نسبيه.
طيب ايه مثل الاعداد الغير نسبية دي بقى؟ طيب احنا خدنا الاعداد النسبية دلوقتي حالا، وقلنا ان العدد النسبي ده انا بقدر اكتبه في صورة A على B. طبعا ال A ينتمي ل Z وال B ينتمي ل Z، وان المقام بتاعي لا يساوي صفر، مهمة جدا. طيب ايه حكاية الاعداد الغير نسبية دي بقى يا مس؟ قال لك ان العدد الغير نسبي ده هو عدد لا يمكن كتابته على الصورة A على B. تمام. والعدد النسبي انا بقدر اكتبه على صورة A على B، فبالتالي الغير نسبي مش هقدر ان انا اكتبه بصورة A على B. خلاص كده. حيث ال B وال A برضو عددان صحيحان وال B لا يساوي صفر. تمام. يبقى انا عندي مجموعة الاعداد الغير نسبية دي مختلفة تماما عن مجموعة الاعداد النسبية. طيب فبالتالي مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد الغير نسبية دول مجموعتين منفصلتين أو غير متقاطعتين. بمعنى إيه؟ إن تقاطعهم بيساوي إيه؟ فاي. خلي بالك، فاي دي بمعنى إنها مجموعة إيه؟ خلية، يعني التقاطع ما بينهم يساوي فاي، يعني مفيش أي عناصر مشتركة ما بينهم تماما. طيب إحنا رمزنا لمجموعة الأعداد النسبية بالرمز كيو. طيب الغير نسبية نفس الرمز بالظبط يا ولاد كده، بس بنزود حاجة اسمها شرطة فوق كده، بنقول عليها ايه؟ كيو شرطة أو كيو بار. تمام كده. قال لك بقى إن طبعا كيو تقاطع الكيو بار بيساوي ايه؟ فاي. طب ما أنا عارفة إن مجموعة الأعداد النسبية اللي بقدر أكتبها في صورة ايه على بي، إنما الكيو شرطة مش بقدر إن أنا أكتبها في صورة ايه على بي. فبالتالي التقاطع بتاعهم بيكون ايه؟ فاي، ومفيش عناصر مشتركة. ما هو تقاطع يعني في عناصر مشتركة ما بينهم، زي مثلا ايه؟ يقول لك مثلا المجموعة اكس. تمام. يقول لك مثلا المجموعة واي. لو بصيت على المجموعة اكس هحط مثلا فيها عناصر واحد تلاتة، هنا خمسة، هنا مثلا اتنين أربعة. لو بصيت هنا على التقاطع ما بينهم هبص فين؟ هبص على المنطقة المشتركة، تقاطع ده إيه؟ هتلاقي فيها ايه؟ خمسة. معنى كده ان الاكس تقاطع الواي في ايه؟ خمسة. يعني العنصر خمسة ده موجود في اكس وفي نفس الوقت موجود في واي. فبالتالي ده بيكون ايه؟ ناتج التقاطع بتاع المجموعتين اكس واي. انما الكيو والكيو بار مفيش فيهم الكلام ده، مفيش تقاطع خالص، مفيش ارقام هنا. فبالتالي لو هنمثلها بمخطط فين بتكون مجموعتين منفصلتين كده، والتانية بتبقى كده. تمام. غير متقاطعتين يا جماعة. تمام. طيب ده بالنسبة للأعداد الغير نسبية. طب تعالوا بقى نشوف أمثلة للأعداد الغير نسبية. احنا خدنا أمثلة للأعداد النسبية وعرفنا لو شفنا العدد نقدر نحكم عليه إذا كان عدد نسبي ولا نسبي أو غير نسبي، هنعرفه بقى دلوقتي حالا. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف أمثلة للأعداد الغير نسبية. أول حاجة بيقولك إن الجذر التربيعي للعدد النسبي الذي هو ليس مربع كامل عدد غير نسبي. تعالى نقف هنا دقيقة بقى. بيقول لك إن العدد أو اللي هو ملوش جذر تربيعي ده بيكون عدد غير نسبي. طب إزاي يا مس؟ قال لك من ضمن التعريف هو ليس مربع كامل، يعني مفيش رقم أضربه في نفسه يديني الرقم اللي تحت الجذر زي ما هو كاتب لك كده. يعني يقول لك جذر سبعة، هل أنا دلوقتي أقدر إن أنا أجيب عدد يضرب في نفسه ويديني السبعة؟ حافظة جدول الضرب؟ أنا حافظة صم. طب أنت حافظه؟ لو انت حافظه هتعرف ترد على نفسك، لو مش حافظه مش هتعرف ترد. طيب اولا مفيش عدد يتضرب في نفسه يديني ايه؟ سبعة. فبالتالي ان الرقم سبعة ده ليس له جذر تربيعي، اي ليس مربع كامل. فبالتالي ده ايه؟ غير نسبي، اي ينتمي لكيو ار. خلي بالك اهي. خلاص كده. تمام. طيب طالما هو غير نسبي يبقى انا مش هقدر احطه في صورة ايه على بي. طب ليه برضه مش هقدر احطه في صورة ايه على بي؟ لان انت ببساطه لو جيت تجيب قيمه الجذر سبعة دي على الاله، وهنعرف الحصه الجايه ان شاء الله ازاي اجيب قيمه تقريبيه للجذر سبعة او العدد الغير نسبي، عشان نقولها طبعا النهارده. لو انت جيت على الاله بتاعتك وكتبت جذر سبعة، طلعت الايه عملت يساوي، طلع لك عدد عشر غير منتهي. تمام كده. غير متكرر، غير دائر مش دائر. تمام. فبالتالي مش هتقدر انت تكتبه في صوره ايه على بي، فاذا ده ايه؟ عدد غير نسبي. تمام. في كمان حاجة يقول لك العدد باي. عارفين باي اللي هي النسبة التقريبية اللي احنا كنا بنستخدمها في حساب مساحة الدائرة ومحيط الدائرة؟ هي دي برضو غير نسبي. طب ازاي يا مس؟
وساعات كان بيجيبها لي في رأس السؤال، مثلا يقول لي اعتبر ان باي، يقول لي اعتبر ان باي تساوي 22 على 7 او 3.14، صح؟ مش كان بيقول لي كده؟ دي او دي. طب ما يمس كاتبها في صورة ايه على بي اهي. خدت بالك؟ طيب ما هنا 3.14 اهو، لا. اصل انت لو جيت دخلتها على الآلة 22 على 7، خدت بالك، مش هيطلع 3.14. احنا خدنا رقمين اتنين بس وسيبنا الارقام اللي وراهم، خدنا دول بس، دي قيمة تقريبية، بالتالي هو عدد غير نسبي، فمش هقدر اكتبه على صورة اعلامية. تمام. كمان في حاجة مهمة، زي ما قلنا ان العدد اللي هو ليس مربع كامل بنقول عليه غير نسبي، كذلك العدد اللي هو ليس مكعب كامل هو ايضا عدد غير نسبي. فمثلا زي ما هو كاتب لك هنا كده، وقال لك الجذر التكعيبي الأربعة. ها، العدد أربعة ده يا جماعة ما هوش مكعب كامل. طب ليه مس؟ لأنه ما فيش عدد يتضرب في نفسه 3 مرات يديك أربعة. ببساطة خالص أهو. تمام كده. فبالتالي بقول عليه إنه هو ليس مكعب كامل، وبالتالي ليس له جذر تكعيبي. مش هقدر أكتبه في صورة A على B. خلاص. طيب في حاجة جديدة بقى، هي ضافوها من ضمن اللي هو التطوير في المناهج، اللي هي النسبة الذهبية اللي احنا شايفينها، اللي هي فاي دي، فاي الصغيرة دي. طبعا فاي دي يا جماعة غير نسبية. طب يا مس هي فاي دي زي فاي اللي احنا لسه قايلينها فوق؟ احنا لما جينا قلنا كيو تقاطع كيو داش، قلنا بيساوي فاي. طب هل فاي دي هي فاي اللي بيتكلم عنها دي؟ لا، دي غير دي. فاي دي اللي هي المجموعة الخالية لما احنا خدناها في المجموعات. خلاص. وقلنا لما يكون ما فيش عناصر مشتركة ما بين المجموعتين بنقول الإجابة إيه؟ باي، أي مجموعة خالية. طب إيه النسبة الذهبية دي يا جماعة؟ عشان ما أطولش عليكم، النسبة الذهبية دي اللي هي بنرمز لها بالرمز اللي إحنا شايفينه ده، بتبقى عاملة كده أهي. ماشي. إنما فاي التانية دي بتبقى دايرة في خط النص كده. خدت بالك؟ طيب النسبة الذهبية دي يقول لك هي نسبة مميزة تظهر في العدد من جوانب الايه الطبيعة. طب يعني ايه برضو النسبة الذهبية؟ عشان يعني هديك فكرة بسيطة عنها كده، مش مطلوب منك ان انت توصل للاشتقاق الجبري بتاعها او اعرف هي جت منين والكلام ده كله خالص، مش عايزة اعرف، انت بس تعرف ان دي حاجة اسمها نسبة ذهبية. هي ايضا برضو اللي هي فاي ودي رمزها، دي بيقول عليها هي غير نسبة ايضا، لان انا مش هقدر احطها في صورة ايه على بي. بص كده هي بتساوي ايه؟ 1.618833989، صح؟ ده غير منتهي وغير دائر في نفس الوقت، فمش هقدر احطه في صورة ايه على بي. انتوا عارفين لو هو كان دائر متكرر، يعني الستة دي بتتكرر 6 6 6 6، أو مثلا 6 1 6 1 6 1، أو مثلا 6 1 8 6 1 8 6 1 8، كنا قدرنا نقول عليه نسبي. هنقدر نحطه في صورة ايه على بي على الآلة ثانية. خدت بالك؟ أو لها طريقة جبرية تانية بنقدر إن احنا ايه نحطها في صورة ايه على بي، بس دي طريقة تانية خالص مش موجودة عندنا. خلاص. طيب ايه بقى النسبة الذهبية دي يا جماعة؟ قال لك ان النسبة الذهبية دي تمام خاصية او بتبقى نسبة خاصة ما بين عددين، بحيث ان هي بتوضح النسبة بينهما، يعني النسبة بينهما بين العددين دول بتساوي ها النسبة بين مجموعهما والعدد الأكبر. الكلام ده كبير يا مس مش فاهماه، صح؟ اتلخبطتوا. طيب تعالوا نوضحها واحدة واحدة. هو بيقول لك لو انا عندي مثلا عددين A و B اهو، بيقول لك ان النسبة الذهبية دي عبارة عن ايه؟ بيقول لك ان هي النسبة بين العددين دول، يعني نسبة ما بينهم اهي اللي هي A على B، صح؟ مش هو ده بداية التعريف؟ النسبة بين عددين قال لك انها تساوي، بص تساوي اهو. تمام. تساوي ايه بس بقى؟ تساوي النسبة بين مجموعهم. يعني انا لو خدت العددين دول وجمعتهم كده A زائد B ادي مجموعهم اهو. طب نسبة بين مجموعهم ومين؟ والعدد الأكبر. طب هو مين العدد الأكبر؟ بالفرض هفترض إن الإيه هو الأكبر بس أهو. هي دي معناها. خلاص كده. يبقى النسبة الذهبية اللي هي عبارة عن إيه؟ نسبة بين عددين تساوي النسبة بين مجموع العددين دول إلى العدد الإيه الأكبر، بالفرض إن الإيه هو الأكبر. ممكن أفترض إن البي الأكبر على حسب الإيه المسألة بتاعتي. طيب
قال لك ان قيمتها زي ما احنا شفنا كده ومكتوبة قدامنا 1.61803 الى ما لا نهاية زي ما انت شايف كده، او مش بالصورة العشرية اللي هي تساوي جذر 5 زائد الواحد على كام؟ 2. تمام. دي ايه النسبة الذهبية. يبقى انا دلوقتي سريعا كده خدت امثلة لاعداد غير نسبية. اول حاجة عرفت ان العدد اللي هو ليس مربع كامل او ملهوش جذر تربيعي ده عدد غير نسبي. زي يقول لك جذر 2، مثلا يقول لي جذر 7، جذر 12، جذر مثلا 3. طب جذر 9 لا يا مس ستوب بقى، ده التسعة دي ليها جذر تربيعي صح، جذرها ايه؟ 3، يبقى ده عدد نسبي. انا قلتها في النص كده عشان ايه؟ اوضح لك ما بين الايه اللي هو مربع كامل وليس مربع كامل. خلاص، فده ايه؟ لا ده نسبي يا مس، انما اللي انا كتبتهم دول امثله غير نسبيه. طيب عرفنا بعد كده ان باي اللي احنا بنستخدمها اثناء حساب مساحه الدايره ومحيطها دي برضو ايه؟ عدد غير نسبي، لان انا مش هقدر اكتبها بصوره ايه على بي. طيب برضو جينا خدنا الجذر التربيعي اللي هو الايه؟ العدد النسبي اللي هو ملوش جذر تكعيبي، ايضا هو عدد غير نسبي لان انا مش هقدر اكتبه بصوره ايه على بي. وايضا الحاجه الجديده بقى اللي هي الايه؟ النسبه الذهبيه اللي هي الفاي دي، الفاي الصغننه دي ملهاش دعوه بالفاي اللي هي المجموعه الخاليه، دي حاجه ودي حاجه. خلاص كده. دي نسبه زي ما احنا قلنا، دي برضو بتعبر عن عدد غير نسبي لان انا مش هقدر احطها في صوره ايه على بي. هنا كاتب لك امثله اخرى للاعداد غير النسبيه. شايف دي جذر 5 زائد 1، طب ده غير نسبي ليه مس؟ ما هو انت لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي ان الجذر 5 ده هو ملوش جذر تربيعي اصلا، مش هتقدر تحطه في صوره ايه على بي. فبالتالي مش، ده مش نسبي، ده غير نسبي. 1 ناقص الجذر التكعيبي ل7، الله، ده 7 دي مس برضو ملهاش جذر تكعيبي. طب الواحد اللي قدام ده انت مالك؟ مالكش دعوة، انت عينك على الجذر. له جذر تكعيبي او له جذر تربيعي يبقى انت فعلا هتقدر ايه تقول عليه نسبي، انما ملوش يبقى ايه؟ آه ليس عدد نسبي او غير نسبي. طب 2 جذر 7 برضو ده لا، ده غير نسبي لان جذر 7 ملهاش. طب جذر التكعيبي ل9 على 5، طبعا انا نسيت اقول السالب، سالب جذر التكعيبي ل9 على 5. انا من غير ما اكمل بصيت على الجذر التكعيبي للرقم اللي تحت الجذر التكعيبي، لقيته انه ليس مكعب كامل، اذا ليس له جذر تكعيبي يبقى ده غير نسبي. برضو دي اهي جذر التكعيبي ل5 دي الجذر التربيعي ل9. طب يا مس ده الجذر التربيعي ل9، 9 ده مربع كامل ده له جذر. ازاي بقى؟ ما هو انت عندك نسيت حاجة مهمة، جذر التكعيبي ل5، 5 ملهاش جذر تكعيبي. خلاص كده. طيب اذا العدد غير نسبي. برضو 1 على جذر 7 في المقام هتلاقي جذر 7، الله ما هي دي مكتوبة ايه على بيه يا مس؟ لا، ما هو جذر 7 ده مش صحيح صح، ده ليس ايه؟ عدد نسبي، فبالتالي تمام كده يبقى ده غير نسبي. خلاص. طيب تعالوا نبص كده على الأمثلة اللي في الصفحة اللي بعدها. أنا مش هبين الإجابات علشان خاطر إيه نختبر نفسنا ونشوف إحنا فهمنا ولا لا. هنا بيقول لك أي الأعداد الآتية هو عدد نسبي وأي هو عدد غير نسبي مع ذكر السبب. سهلة جدا، بص كده أول عدد 0.73 أو 73%. ده عدد عشري قصدي كسر عشري عفوا. احنا جينا في البداية وقلنا جميع الكسور العشرية والأعداد العشرية هي جميعها أعداد إيه؟ نسبية صح؟ أو من غير ما أقول الجملة دي أنا أقدر أحط 73% دي في صورة إيه؟ كسر عدد نسبي أو إيه على بيه. قايلة 73 وشد شرطة الكسر العلامة يا شباب بعد كم رقم 2 يبقى تحط لي 100 في المقام. قدرت احطها بسط ومقام او اللي فوق صحيح واللي تحت صحيح يا مس، يبقى ده نسبي. طب الصفر نسبي لان انا اقدر احطه في صورة ايه؟ بسط ومقام، يبقى 0 على 1. تمام كده. طب لو جينا بصينا على رقم 2 جذر 8، ممكن توقف الفيديو وتجاوبه كده مع نفسك وتقول لي نسبي ولا غير نسبي. تمام. جذر 8 دي لو انا بصيت لها والله ال8 دي يا مس ملهاش جذر تربيعي، هي ليس مربع كامل، اذا ده غير نسبي. طب جذر 25 زي جذر 7، زي جذر 7، انت واخد بالك ان 25 لها جذر؟ طب واخد بالك ان جذر 7 دي ال7 دي ملهاش جذر؟ يبقى غير نسبي. مش معنى ان العدد جذر 25 دوت وليه جذر وجذر 7 ملهوش يبقى امشي ورا الجذر 25 واقول له لا ده عدد نسبي، لا، لازم العددين يكونوا ايه؟ لهم جذر تربيع عشان اقدر اجمع وايه واطلع منه. يبقى ده ايه؟ غير نسبي ايضا. طب الجذر التكعيبي السالب 8، السالب 8 اللي جذر تكعيبه سالب 2 يبقى ده نسبي. طب 2.5 دائر ده نسبي. ليه بقى؟ لأن ده عدد عشري
اهو غير منتهي بس دائر. شايف العلامة اللي فوق دي؟ نشوف علامة البوردي الشرطة دي اسمها دائر. يعني الخمسة دي متكررة، فتقدر تحطها في صورة ايه على بي. يبقى اذا دي ايه؟ عدد نسبي. تمام. طيب سالب 2 وربع، انت لو جيت رفعت الكسر هيديك ايه على بي؟ اهو 2 في 4 ب8. طيب 8 و1 يديك 9، يعني 9 على 4. وادي السالبية قدام. طب انا هحطها في صورة بسط ومقام اهو، صح؟ يبقى ده ايه؟ نسبي. طيب باي زائد 2 غير نسبي، لان باي ليست نسبية، صح؟ طيب سالب الجذر التربيعي ل25 على 49. والله يا مس ده البسط له جذر تربيعي والمقام له جذر تربيعي. طالما البسط له جذر تربيعي والمقام له جذر تربيعي يبقى اذا ده عدد نسبي. لو انت جيت خدت الجذر ال25 يطلع لك 5، لو جيت خدت الجذر 49 يطلع لك 7. والسالب قدامي بره، خلي بالك السالب بره والسالب جوه، ده تبقى مشكلة كبيرة. مفيش جذر تربيع العدد سالب، دي حاجة تانية خالص هتاخدها في سنة. يبقى -5 على 7، فده ايه؟ عدد نسبي. طيب جذر التربيع ال25 ده جذر التكعيب ال16. هل الجذر التربيع ال25 معروفة؟ اه 5. طب الجذر التكعيبي ال 16 ملوش، صح؟ يبقى ده ايه؟ غير نسبي. ده كان أمثلة محلولة معايا في الكتاب. تمام. طيب تعالوا كده نطبق مع بعض اللي احنا شرحناه في اللي هو الجدول. حاول بنفسك، حاول كده توقف الفيديو وتشوف انت فهمت ولا لأ، وهتقدر تجاوب على الأسئلة وتبص على الأعداد وتحكم هل هي نسبية ولا غير نسبية. لو انت قدرت تحدد نسبي وغير نسبي يبقى انت فهمت الايه الجزئيه دي كويس جدا. ما قدرتش، انصحك ان انت تعيد الفيديو تاني وتركز وتذاكره وتفهم كويس وتبدا تحل تاني. طيب لو انا جيت بصيت هنا اول عدد ده الجذر التربيعي لتلاتة، هل ده نسبي؟ بص كده التلاتة له جذر تربيعي؟ لا، يبقى ده غير نسبي. اعمل علامه اكس كده. دي بتعرفني انه غير نسبي يعني يا جماعه. خلاص. طب الجذر التكعيبي الاربعه، والله يا مس ده الاربعه ملهاش جذر تكعيبي، يبقى غير نسبي ايضا. طب الجذر التكعيبي الواحد، الله هو الواحد له جذر تكعيبي؟ اه يا مس ده واحد، لان يا ولاد واحد في واحد في واحد بيساوي واحد. فبالتالي الجذر التكعيبي الواحد هو الايه؟ الواحد، يبقى ده نسبي. طبعا باي قلناها غير نسبي، دي كانت من الامثله اللي هو وضعها في الكتاب وبنشرح عليها. طب -3 نسبي. طب صفر نسبي. طب 2.78 نسبي، لان انا اقدر احط صورة ايه على بي. طب ازاي دي يمس الكلام ده؟ انت لو جيت شلت العلامة العشرية خالص وقلت 278، حط المقام العلامة بعد كام رقم؟ رقمين. يبقى تحط ايه؟ 100. حطيتها في صورة بسط ومقام، اللي فوق صحيح واللي تحت صحيح، يبقى اذا ده ايه؟ نسبي. 35% سبق وقلنا ان جميع النسب المئوية هي اعداد ايه؟ نسبية. طب النسبة الذهبية؟ لا يا مس غير نسبية. طب الجذر التكعيبي للقيمة المطلقة لسالب 125، خرج بره القيمة المطلقة طبعا هتاخد بالموجب، يبقى الجذر التكعيبي ل 125. ال 125 أصلا هو عدد مكعب كامل، فجذره التكعيبي هو 5، يعني 5 في 5 في 125. تقدر تجربها كده على جنب بسرعة. الجذر التربيعي لتسعة، التسعة دي لها جذر تربيعي؟ اه يا مس جذرها التربيعي ايه؟ 3، لأن 3 في 3 ب9، يبقى ده عدد نسبي وده أيضا نسبي. طيب جذر 7 - 5، لو أنا بصيت كده هلاقي إن السبعة ملهاش جذر تربيعي، صح؟ فده غير نسبي. طب 0.71 دائر، يعني 71% دائر، ده نسبي أيضا، لأن علامة الدائر على السبعة والواحد معنى كده إن العدد لو دخلته على الآلة 0.71717171 لحد ما تملى الشاشة وتضغط إيكوال، هيديك الإيه؟ الصورة الكسرية اللي هي إيه على بي، فده نسبي. طب الجذر التكعيبي ل9 زائد ال11، والله 9 ملهاش جذر تكعيبي من غير ما أبص على بقية العدد، يبقى ده إيه؟ غير نسبي. كده يكون خلصنا الجزء الأولاني من الدرس الأول اللي هو بيتكلم عن الأعداد الحقيقية. استنوني الحصة الجاية إن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض ونفهم واحدة واحدة، ونكمل منهجنا الجميل بتاع الترم الأول تانية إعدادي إن شاء الله. أشوفكم على خير الحصة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.